كان فيه الظلم هو القانون والعبودية اسمها حياة، وفي فرعون شايف نفسه إله، كان في ناس بيصرخوا بس مفيش حد سامع صوتهم. لكن فجأة السما اتحركت وربنا نادى وقال: قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم وعلمت أوجاعهم فنزل. أيوة، نزل بنفسه وبدأ يكتب قصة مش بس خروج من مصر، لكن خروج من الموت ومن الهلاك ومن العبودية. ودي قصة سفر الخروج. تعالوا ناخد معلومات سريعة عن سفر الخروج. عدد الإصحاحات 40 إصحاح. كاتب السفر هو موسى النبي أثناء رحلته من أرض مصر لأرض الموعد. السفر اتكتب حوالي 1500 قبل الميلاد، يعني بعد 400 سنة من نهاية سفر التكوين. هدف السفر دي حكاية ربنا مع البشرية على مر الزمان. شعب عنيد ربنا بيقدم له الخلاص ومحتاج منه بس توبة وإيمان، وبيصبر عليه لحد معين. كمان السفر ده بيقدم لنا معاملات ربنا البشرية مع الإنسان، وهتتجسد في شخصية موسى النبي. ازاي بعد ما كان متسرع جدا بقى راعي أغنام، وبعد كده بقى أعظم أنبياء العهد القديم. في السفر ده هنلاقي رموز روحية عميقة جدا، منها مثلا رمز عن سر التجسد، وكمان رموز للست العذراء زي مثلا ان هي خيمة الاجتماع وقصة المن وعصا هارون. كمان هنلاقي رموز عن أسرار الكنيسة زي مثلا المعمودية والتناول والكهنوت. مفاتيح فهم السفر. سفر التكوين بالنسبة لنا هو سفر البداية، يعني ربنا عايز يوصل لنا رسالة ان الله هو الله الخالق. انما بقى سفر الخروج فربنا عايز يوصل لنا رسالة ان هو المخلص، يعني رغم الخطايا اللي بنعملها والحاجات الكتير الغلط هو برضه هيجي ويخلصنا من خطايا. سفر الخروج بيحكي لنا قصة من أول سنة وشهر خرج فيها شعب بني إسرائيل من مصر واتجهوا لأرض الموعد. سفر الخروج مقسوم لجزئين كبار. الجزء الأولاني من إصحاح 1 لإصحاح 18، وفيه ربنا بيقود الشعب وبيحرره من العبودية عن طريق موسى وهارون بعد ما خاضوا معركة انتصر فيها الخير على الشر. إنما بقى الجزء الثاني فده من إصحاح 19 لحد الإصحاح 40، وده الإصحاح الأخير، وفيها ربنا بيسلم الوصايا لشعبه. تعالوا نقسم السفر أجزاء أصغر شوية. لو مثلا اتكلمنا من إصحاح 1 لإصحاح 4 فرعون فيه بيحاول يدمر إسرائيل علشان حس إن الشعب بيكبر جدا. ومن إصحاح 5 ل 15 ربنا بيساعد شعبه إن هم يتحرروا من العبودية. من إصحاح 16 لإصحاح 18 هنلاقي شعب إسرائيل في البرية، ودي رحلة كده ما بين نعم ربنا وتذمر شعب بني إسرائيل. من إصحاح 19 لإصحاح 31 ربنا هيبدأ معانا العهد ويديهم الوصايا العشر. من إصحاح 32 ل 34 للأسف إسرائيل هيكسر العهد. ومن إصحاح 35 لحد آخر السفر بناء الخيمة وتدشينها. يلا بينا نبدأ رحلتنا في سفر الخروج. الإصحاح الأولاني. بعد أيام يوسف وبعد المجاعة وبعد الخير الكتير اللي جه على مصر الراحة طولت والشعب نسي يوسف تماما، وجه فرعون هو كمان نسي يوسف، والدنيا بقت صعبة قوي على شعب بني إسرائيل. وابتدى فرعون يشوف كترة شعب بني إسرائيل بالنسبة له خطر شديد، وإن لو جه أعداء هيكون شعب بني إسرائيل ضده. فأمر القبيلتين اللي بيولدوا نساء بني إسرائيل إنهم لو لقوا ولد يقتلوه، لكن لو لقوا بنت يخلوها عايشة. لكن في وسط الأسفة ربنا هيرتب البداية، ومن قلب الموت هيتولد قائد جديد، ومن تحت ضغط فرعون هيبدأ عهد جديد خالص على شعب بني إسرائيل. الإصحاح الثاني. وفي وسط كل ده كان في واحدة اسمها يوكابد من سبط لاوي خلفت ولد وعرفت تحافظ عليه لمدة 3 شهور، وبعد كده قررت ان هي تحطه في سبت في النيل وتسيبه يعوم على المية. وبالفعل عملت كده، وكانت اخته مريم بتراقب السبت من بعيد لحد ما وصل السبت ده لبنت فرعون. بنت فرعون فتحت السبت ولقت فيه طفل جميل قوي فعجبها وقررت ان هي هتربيه، حتى سميته موسى ومعناها المنتشل من الماء. ومريم اخته بمنتهى الذكاء قالت لها ان هي ممكن تجيب له مرضعه، والمرضعه دي في الحقيقه هي امه. وبكده كبر موسى وهو ابن بنت فرعون، وفي نفس الوقت امه يوكابد كانت بتعلمه الايمان والانتماء لشعب بني اسرائيل. ولما كبر موسى وبقى عنده 40 سنه قرر ان هو يساعد شعبه بس بقوته. قتل واحد مصري علشان قتل واحد عبراني، وطبعا الموضوع انتشر ما بين اهل بني اسرائيل وكمان وصل لفرعون، وفرعون قرر ان هو هيقتله. بس موسى قرر ان هو يهرب، وفعلا راح ارض مديان وعاش هناك 40 سنه راعي غنم، واتجوز صفوره وخلف ولد وسماه جرشوم، ومعناه غريب في ارض غريبه، وده دايما كان بيفكروا ان هو متغرب في الارض دي. الاصحاح الثالث. مات فرعون وزاد الذل برضه على شعب بني اسرائيل، وفضلوا يصرخوا ربنا، لكن المره دي ربنا استجاب. ربنا ظهر لموسى على شكل علقه على جبل حوريب وقال له: يا موسى ما تخافش، انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، انا جاي هنا علشان اقول لك تروح تنقذ شعب بني اسرائيل من ايد فرعون. فموسى رد على ربنا وقال له: انا يا رب، انا اللي هروح اخلصهم، مين انا؟ فربنا قال له: ما تخافش، انا هكون معاك. فموسى قال له:
طب لو سألوني عنك أقول لهم أنت مين؟ قول لهم أهيا الذي هو أهيا. ربنا كمان قال له روح جمع شيوخ بني إسرائيل وقول لهم إن ربنا افتقدكم، وعلى الرغم من عناد فرعون بيد قوية هطلعكم من أرض مصر. في الإصحاح الرابع نلاقي برضو موسى لسه خايف ومش عايز يروح، فراح قايل لربنا ده أنا ثقيل الفم واللسان يا رب. قال له مش أنا اللي خالق الإنسان؟ ما تخافش أنا هكون مع فمك. وعمل معاه آيات وعجائب كتير، منها ان مثلا قال له حط ايدك في العبايه بتاعتك وطلعها، ففعلا موسى عمل كده ولقى ايده بقى فيها برص، وما دخلها تاني في العبايه وطلعها لقاها خفت وبقت سليمه. كمان حوله البحر لدم، وحول العصايه اللي في ايده لحيه. بعد كل ده موسى ابتدى شويه يطمن، وبالفعل راح موسى وهارون وحكوا للشعب والشيوخ كل حاجه حصلت، وامنوا جدا وقرروا ان هم هيروحوا لفرعون. وبكده نلاقي ربنا ادى لموسى 80 سنة اعداد خدام، 40 سنة قضاهم في مصر واتهذب بحكمة المصريين وكمان أمه يكابد اللي علمته أصول الإيمان، و40 سنة تانيين قضاهم كراعي أغنام اتعلم فيهم الوداعة والتأمل، وكمان كسر كبرياء المصريين اللي جواه. واحنا كمان اما بنسلم حياتنا لربنا، ربنا بيطلع فيها اجمل حاجه موجوده. بنلاقي موسى وهارون في الاصحاح الخامس والسادس راحوا يكلموا فرعون بايمان قوي قوي ان ممكن المعركه تخلص من اول جوله، مع ان ربنا اكد عليهم ان فرعون هيقسي قلبه فتره، بس ما تخافوش هو هيطلعكم من ارض مصر. وزي ما ربنا قال فعلا فرعون قسى قلبه ورفض تماما. وفرعون قال ايه؟ ده شكل الشعب ده فاضي، لازم اتقل عليهم شويه كمان علشان ما يفكروش ان هم يهربوا من تحت ايدي. فالشعب زعل جدا من موسى وراح قال له انت ليه عملت فينا كده؟ فموسى راح جري على ربنا وقال له يا رب انت ليه وديتني؟ انت ليه ما خلصتش شعبك؟ فربنا كلم موسى كلام تشجيع كتير قوي، واكد له ان هم هيخرجوا من ارض مصر بس لسه شويه. ففعلا موسى راح حكى كل اللي حصل لشعب بني اسرائيل، بس نلاقي شعب بني اسرائيل ما صدقهوش خالص. فجري تاني موسى على ربنا، يا رب ده الشعب نفسه مش مصدقني، فرعون اللي هيصدقني؟ من اصحاح 7-10 هنلاقي الضربات التسعة الاولى. اول ضربه معانا وهي تحول الميه لدم، ميه النيل اتحولت لدم، وبرضه فرعون لسه مقسي قلبه. وكمان السحرة عرفوا يقلدوا الضربة دي، لكنهم ما عرفوش يحلوها ازاي. ونلاقي المصريين حفروا خنادق على امل ان هم يلاقوا ميه مكان الدم اللي اتحول ده، وطبعا نتيجة كل ده ان السمك اللي في الميه مات. الضربة التانية وهي ضربة الضفادع، الضفادع طلعت من الميه وملت الارض كلها، وبرضه فرعون مقسي قلبه. والسحرة حاولوا يقلدوا الضربة دي وفعلا عرفوا يعملوها، لكنهم مش عارفين ازاي يحلوا الموضوع ده. الضربة الثالثة وهي ضربة البعوض، البعوض ملا الأرض كلها ولسه فرعون مقسي قلبه، وحاول يعمل مفاوضة كده مع موسى، طب صر لنا إن البعوض ده يختفي وأنا هطلع لك شوية من الشعب. وفعلا موسى صلى لكنه ما وفاش بوعده لموسى. الضربة الرابعة وهي ضربة الدبان، دبان كتير جدا على الارض وما اختفاش، لكن على ارض كسان ما كانش فيه دبان خالص. ففرعون جاب موسى وقال له ممكن تصلي للشعب علشان الدبان ده يختفي وانا هطلع شعب بني اسرائيل. وفعلا موسى صلى والدبان اختفى، لكن فرعون خلف وعد. ويجي دور الضربة الخامسة وهي موت المواشي، وبعد كده الضربة السادسة ودي أول ضربة تمس الجسم مباشرة وهي ضربة الدمامل. وبرضه فرعون قال لموسى يصلي للشعب علشان الدمامل دي تختفي، وفعلا موسى صلى لكن برضه فرعون مقسي قلبه. وبعد كده يجي البرد والظلام والجراد. ودلوقتي جه ميعاد الضربه الاخيره في الاصحاح 11 وهي ضرب الابكار. ربنا قال لموسى ان هو يحذر فرعون ان في نص الليل هيقتل كل الابكار بتوع الشعب المصريين، سواء كان ناس او البهائم. بس برضه فرعون مقسي قلب. على فكره ربنا مش هو اللي بدا، ده فرعون هو اللي بدا لما قال ان اي ولد من اولاد بني اسرائيل يتقتل لو كان ولد. وبعد كده يجي الاصحاح 12 وفيه ربنا هيديهم شويه طقوس كده. اول طقس اداهولهم هو طقس الفصح، قال لهم الفصح هتاكلوه من يوم 10 ليوم 14. طب ايه مواصفات الفصح بقى؟ يكون خروف ذكر وابن سنه وبلا عيب، ياكلوه وهم جاهزين ولابسين لبسهم وياكلوه بسرعه وما يبقوش منه اي حاجه لليوم اللي بعده. والدم بتاعه يدهنوه على القائمتين وعلى العتبه العليا اكنه رمز للصليب، وان هم ياكلوه على اعشاب مره ويخلوه طقس ليهم كل سنه لازم يعملوا. انما بقى الفطير فقال لهم ان هم ياكلوه من يوم 14 ليوم 21 ويكون فطير من غير اي عجينه. وفي نهايه الاصحاح 12 وبعد ضربه الابكار نلاقي المصريين بيتوسلوا لموسى بعد اذنك اخرج
انت وشعب بني اسرائيل. وبالفعل خرج شعب بني اسرائيل من ارض مصر، وكانوا حوالي 2 مليون شخص، وكان معاهم حبه من المصريين اللي امنوا بربنا. في الاصحاح 13 ابتدى يديهم طقس تقديس الابكار بعد ما يعبروا ويروحوا ارض الموعد. تقديس الابكار ده ان قال لهم كل فاتح رحم من البهائم لازم يتقدم عنه ذبيحه، ولو كان من الناس فلازم يتقدم عنه بديل يعني خروف. ونلاقي ربنا بعد ما بداوا رحلتهم لبريه سيناء ان هو طول عليهم الرحله شويه علشان يكونوا مستعدين للحروب والشعوب اللي هيقابلوها قبل ما يدخلوا ارض الموعد. ويجي ميعاد الاصحاح 15 و16. دلوقتي شعب بني اسرائيل واقف قدام البحر الاحمر، قدامه البحر ووراه جنود فرعون وجيوشه ومركبات، الشعب محاصر من جميع الجهات. نلاقي موسى النبي القائد العظيم واقف قدام الشعب بمنتهى الثقه في الههم، هو عارف ان ربنا هيساعدهم بس مش عارف هيساعدهم ازاي. نلاقيه مد عصايته على البحر الاحمر وانشق البحر الاحمر الى نصين وعبر شعب بني اسرائيل. ولما جنود فرعون جربوا ان هم يجروا وراهم حصل زي ما احنا بنقول بالظبط في لحن خين قشور، انحلت مركبات فرعون وغرق جنوده. عبر شعب بني اسرائيل البحر الاحمر بسلام. ودلوقتي هنتكلم عن شويه محطات عدى بيهم شعب بني اسرائيل. المحطه الاولى وهي فم الحيروس، ودي هتبقى رمز للمعموديه، وفيها الشعب كان باصص على موسى اللي رافع العصايه بتاعته رمز للصليب. ونلاقي بولس الرسول اتكلم عليها في رسالته لكورنثوس الاولى الاصحاح العاشر ايه 2. وبعد كده يسبحوا تسبيحه الوث الاول اللي مذكوره في خروج 15. بعد كده بداوا رحلتهم لبريه سيناء لمده 3 ايام، عدوا المحطه اسمها محطه المره وبعد كده ايليم. تعالوا بقى نعرف ايه اللي حصل في المره وفي ايليم. في المره لقوا الميه مر قوي وربنا عمل معاهم معجزه وحولها الميه عذبه، فده كده بالظبط سر التوبه. انما بقى ايليم لقوا فيها 70 نخله و12 عين، وده بالظبط رمز للكنيسه، ال 12 تلميذ وال70 رسول. وهنا نلاقي اول تذمر واول ريد فلاج من شعب بني اسرائيل، اما اتذمروا جدا على ربنا ان الميه عذبه خلصت وما بقوش لاقيين ميه يشربوا. في شويه حاجات كده لازم نلاحظها. اول حاجه في اول 5 ضربات نلاقي فرعون هو اللي قس قلبه، على الرغم ان ربنا اداه فرص كتير لكنه ما استغلهاش. لكن في ال5 ضربات التانيين نلاقي الانجيل بيقول ان ربنا هو اللي قس قلب فرعون، علشان ربنا كان عايز يتمجد من خلال قسوه قلب فرعون. طب تعالوا كده نتامل لحد دلوقتي في شخصيه موسى النبي. موسى في الاول كان خايف جدا يقف قدام فرعون، وكان شاكك في نفسه جدا، وكان بيروح مع هارون ويخلي هارون هو اللي يتكلم. لكن ربنا ابتدى يزود عليه المهام مره في مره، وابتدى يقوي ثقته في نفسه. عارفين ربنا بالضربات والاحباطات الكتيره دي كان عايز يعملها علشان يعلى بايمان شعبه، وكمان يعرف نفسه على الامم اللي لسه داخلين، اللي هم المصريين اللي لسه داخلين الايمان. وكمان كان عارف ان لازم شعبه المختار ده يكون عنده رصيد من الايمان قدام الحاجات الصعبه اللي هيقابلها لحد ما يوصل ارض الموعد. الاصحاح 16. بعد شهر ونص من الخروج خلص الاكل اللي مع شعب بني اسرائيل، واتذمروا جدا على موسى وعلى ربنا، فربنا اتحنن عليهم وبعت لهم حاجتين معروفين جدا، وهما المن والسلوى. المن ده اقرب حاجه ليه كده الفريسكا دلوقتي، انما السلوى ده نوع من انواع الطيور. ووصاهم وقال لهم ان هم ما يخزنوش حاجه لليوم اللي بعده، كانه بيعلمهم القول اللي هو قالهن خبزنا كففنا، لكن يخزنوها في اليوم السادس بس. وربنا وصاهم ان هم يحفظوا قسط من المن، وكمان ربنا استمر في ارسال المن ده لمده 40 سنه. وهنا يجي دور المحطه الرابعه بريه سين، ودي رمز للافخارستيه، ونلاقي ربنا اتكلم عليها في يوحنا 6. وهنا معانا تاني ريد فلاج وتاني تذمر من شعب بني اسرائيل لما الاكل خلص منهم واتذمروا جامد جدا على ربنا وعلى موسى. الاصحاح 17. وصلوا من بريه سين لرفديم، وهناك برضو الميه خلصت منهم، وبدل ما يفتكروا المعجزه اللي ربنا عملها معاهم في ايليم نلاقيهم اتذمروا جدا على ربنا وعلى موسى. فموسى جري على ربنا وصرخ يا رب تعالى انقذنا، فقال له امسك عصايتك واضرب الصخره هتلاقيها بتطلع ميه. وبالفعل ده اللي حصل. وبعد كده خدوا معركتهم مع العماليق اللي انتصروا فيها ببركه ربنا، وكمان نتيجه القائد بتاعهم اللي كان ذكي جدا وحكيم جدا وهو يشوع النبي. وكمان ما ننساش بركه صلاه موسى النبي اللي كان رافع ايديه طول المعركه. نلاقي موسى بعد المعركه سمى المكان ده يهوى نسي، معناها الله علامتي، وهو كمان قال عليها ان اليد وصلت لكرسي السماء. المحطه الخامسه وهي محطه رفزيم، وهي رمز للامتلاء من الروح القدس، بنلاقي السيد المسيح اتكلم عليها في يوحنا 7. كمان هي مثال للتمسك بالجهاد والصليب، وده اللي الكنيسه بتعلمه لنا في ابصاليه الجمعه. ومعانا ثالث ريد فلاج وتذمر الشعب للمره الثانيه لما الميه خلصت منهم وكانوا هيرجموا موسى. ويجي ميعاد الاصحاح 18. حمى موسى اللي هو يسرون سمع بكم العظائم والعجائب اللي ربنا عملها مع شعب بني اسرائيل، فقرر يروح هو وبنته صفوره وولدين موسى اللي هو جرشوم واليعازر علشان يروحوا لموسى. وفعلا موسى قعد يحكي لهم عن كم الايات العظيمه اللي ربنا عملها معاه، وامن يسرون وصفوره واولاد موسى. وبعد كده نلاقي يسرون شرع على موسى بنصيحه حلوه جدا، قال له ما دام انت لوحدك اللي شايل المشوره كلها، ايه رايك تعمل معاك رؤساء الوف ومئات وعشرات يساعدوك في الحاجات الصغيره، يعني مثلا ما نخليش حد عايز حاجه بسيطه يستنى طول اليوم. وفعلا كانت نصيحه حكيمه جدا وموسى عمل بيها. عارفين قد ايه
ايه ربنا بيستحمل غداتنا وعنادنا وعصياننا على الرغم ان هو صانع الخيرات والمعجزات اللي مغرقه حياتنا كل يوم. صلي دايما لربنا وقول له ان هو يبعد عنك شيطان التذمر. اصحاح 19 و20. بعد 3 شهور من خروجهم من برية سيناء لحد ما وصلوا جبل حوريب، ربنا قال لموسى ان هو عايز يخلي الشعب ده شعبه المخصص المقدس، بس شرط ان هم يحفظوا وصاياه. وقال له ان هو هيتراءى لي كمان 3 ايام، فلازم الشعب يكون في ال3 ايام ده متقدس جدا. وفعلا ربنا كان بيكلم موسى احيانا واحيانا هارون، بس كان بيكلم موسى اكتر، والناس تحت شايفين منظر في مهابه وخشوع رهيب، عمود نار وسحاب وحاجات كتير جدا، وكانوا تحت عايشين في مهابه جدا. وبعد كده نلاقي ربنا سلم موسى الوصايا ال10. ومن اصحاح 21 لاصحاح 23 ابتدى ربنا يديهم شرائع وقوانين تانية فيها تفاصيل اكتر من الوصايا ال10، يعني اعتبروها قانون ودستور ليهم. منها الرحمه على العبيد والاماء، الرحمه بالمساكين والفقراء واليتامى والارامل، وكمان اداهم عقوبات ضد السرقه والزنا، وعقوبات ضد من يؤذي الاخرين بقصد او باهمال. اصحاح 24 وده يعتبر تاكيد العهد، موسى قرا للشعب الوصايا ال10 اللي كان بيكتبها ورا ربنا، وكمان موسى قدم ذبائح عن الشعب ورش عليها دمها اللي هو دم العهد، وصام 40 يوم و40 ليله عشان يستلم لوحي الشريعه اللي فيهم الوصايا ال10. اصحاح 25 ل 31 هنتكلم عن مواصفات خيمه الاجتماع، قسموا 3 اجزاء: قدس الاقداس والقدس والدار الخارجيه. اول جزء معانا وهو قدس الاقداس، هنلاقي فيه تابوت العهد المتغطي بالذهب، وكمان هنلاقي فيه لوحين العهد اللي مكتوبين باصبع الله، وهنلاقي ربنا بيتكلم ما بين الكروبين اللي مغطيين التابوت. تاني جزء معانا وهو القدس، هنلاقي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور. تالت حاجة معانا وهي الدار الخارجية، وفيها مذبح المحرقة بحيث ان الكاهن يقدم المحرقة ويلحق يتطهر قبل ما يدخل تاني يقابل ربنا في قدس الاقداس. كمان ربنا ادى لموسى مواصفات ثياب الكهنه اللي فيها رموز جميله قوي بنقولها في لحن نيسا فيفتير، وارشدوا على 2 هيساعدوه جدا في بناء خيمه الاجتماع وفي ثياب الكهنه، وهم بصلائيل من سبط يهوذا واهلياب من سبط دان. كمان وراله مواصفات الزيت اللي هيدشن بيه ويمسح بيه هارون واولاده، وكمان الزيت اللي هيستخدم في المحرقه، وخصوصا ال5 محرقات اللي هنتكلم عليهم في سفر اللاويين. ربنا وصى موسى ان لازم مذبح المحرقه والمناره ومذبح البخور تكون متقدم عليهم ذبيحه صباحيه وذبيحه مسائيه، وكمان وصاهم ان هم يقدسوا يوم السبت. في ايه مهمه قوي لازم نتامل فيها، وهي خروج 24 من ايه 9 لايه 11. الصراحه الايه دي من الايات القويه والمحيره جدا في العهد القديم. نلاقي ان شعب بني اسرائيل شافوا اله اسرائيل في صورته البشريه، شافوه وما ماتوش، ده شافوه وكلوا وشربوا معاه، وده بالظبط رمز لسر التناول. ما دام في عهد ما بينهم وما بين الههم يقدروا يتناولوا. ناخد بالنا ان ربنا سلم ولاده حاجتين مهمين جدا عشان يعمل معاهم العهد. اول حاجه طقس، وتاني حاجه كلامه ووصاياه. من اصحاح 32 لاصحاح 34 كسر العهد. في الوقت اللي كان موسى فيه فوق مع ربنا على الجبل، نلاقي شعب بني اسرائيل كانوا تحت وكسروا بسرعه رهيبه اول وصيتين من الوصايا ال10. نلاقيهم راحوا لهارون وبيطالبوه ان هو يبني لهم اله، والاصعب والاغرب والاسوأ ان هارون ساعدهم بفكره صعبه جدا ان هم يبنوا العجل ده. قال لهم هاتوا كل الذهب اللي معاكم وانا هعمله سبيكه بالازميل، وفعلا بنوا العجل الذهب. نلاقيهم وقفوا قدام العجل ده ويقولوا هو ده اله اسرائيل، هو ده اللي ساعدنا ان هو يخرجنا من ارض مصر من 40 سنه. وهنا هنعرض 2 رد فعل، رد فعل لموسى ورد فعل لربنا. موسى اول ما شاف ربنا قال له الشعب ده محتاج الفناء، وبصراحه ربنا عنده حق، فموسى نلاقيه اشتغل دور الشفيع وصلى صلاه رائعه لربنا. قال له يا رب ده شعبك، انت تشمت فينا اعدائنا، ما ينفعش كده يا رب، سامحه، ده انت اله رؤوف. ونلاقي موسى نزل ومن غضبه كسر لوحين العهد ومسك العجل وكسره ورمى الذهب في الميه، وقال للناس اللي هم يشربوا ميه الذهب ده، وكمان امر اللاويين ان اي حد لسه مؤمن بالعجل ده يعدمه. طلع موسى تاني على الجبل وصلى لربنا وتشفع ليه، قال له يا رب ارجع تاني قدنا، يا رب عرفني طريقك، انا عايز اشوف مجدك. يلا بقى نتنقل لرد فعل ربنا. ربنا بمنتهى الرحمه والرأفه قبل شفاعه موسى، لكنه بمنتهى العدل قال لموسى الوضع ده مش هيعدي من غير عقاب. وربنا عرف نفسه على موسى وقال له انا اله رؤوف ورحيم كثير المغفره، لكني مش هعرف ابرئ ابراء، وانا مش هعرف اكون وسط شعب خاطئ قوي كده وعنيد قوي كده. اصحاح 34 نلاقي موسى نحت لوحين جداد وطلع بيهم للجبل عشان ياخد الوصايا ال10، وربنا طمنه وقال له ما تخافش، شعب بني اسرائيل هيدخل ارض الموعد وانا هكون معاهم، بس هتخوضوا شويه معارك، وحذروا تحذير
تحذير مهم قوي، قال له اوعى يا موسى الشعوب دي تعمل معاها عهد، علشان لو اختلطوا مع شعب بني اسرائيل هيبعدوا شعبي عني وهيخلوهم يعبدوا الاوثان. نزل موسى من الجبل ولقاه الشعب وشه بيلمع جدا، كان بيحط برقع على وشه علشان يداري اللمعان. بصراحه الكسره البشعه دي بعد العهد على طول عرفتنا حاجتين مهمين جدا، ان الشعب محتاج نعمه تسنده علشان يطبق الوصايا، وتاني حاجه محتاج اله رؤوف ورحيم ويغفر لهم خطايا. من اصحاح 35 لاصحاح 39 بيبتدي بناء خيمه الاجتماع، ونلاحظ حاجه حلوه قوي في شعب بني اسرائيل، ان هم اللي ساهموا جابوا مواد البناء حتى لو كانت باكتر من المطلوب كمان. وده بيعلمنا حاجه مهمه جدا، ان احنا دلوقتي حتى في الكنيسه بنقدم لها احتياجاتها عشان كلنا اعضاء في جسد واحد. وطبعا بدا التنفيذ على حسب مواصفات اللي ربنا اداها لموسى بالظبط، واهلياب وبصلائيل سابوا كل اعمالهم وابتدوا يتشغلوا في بناء الخيمه وفي ثياب الكهنه. ودلوقتي معادنا مع اخر محطه في رحله سفر الخروج، وهي الاصحاح 40. في اول السنه الثانيه بدا تدشين الخيمه الاجتماع زي ما ربنا امر موسى بالظبط، وكمان مسحوا الكهنه اللي هم هارون وولاده. بعد كده نلاقي سحابه مغطيه خيمه الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، وشعب بني اسرائيل فهموا ان ما دام السحابه بتتحرك يبقى هم المفروض يتحركوا وراها، واول ما تثبت في مكان يبقى هم هيستقروا في المكان ده. كمان في خيمه الاجتماع نلاقي حواليها الاسباط قسموا بعض 3 اسباط من كل ناحيه حوالين خيمه الاجتماع. بس بصراحه الخطيه خاطئه جدا، الشعب ده كسر العهد من اول مره مع ربنا وخلى موسى حتى مش قادر يدخل خيمه الاجتماع. ربنا محتاج يعمل صلح مع الشعب الاول عشان يقدسهم. يا ترى موسى هيعمل ايه علشان يعرف تاني يدخل خيمه الاجتماع؟ ده اللي هنشوفه في سفر اللاويين.